الفيديو ده مش لهوانم جاردن سيتي ولا التجمع ولا مدينتي ولا الشيخ زايد. اقصي بره يا بنتي انتي وهي، الفيديو ده مش ليكي، يلا اطلعي بره. يلا يا بنتي انتي وهي اطلعي بره، الفيديو ده مش ليكي، للناس اللي شغالين عندكم. لان انتي لما يكون عندك وقت زياده وفاضيه اكيد هتروحي النادي، مش هتجيبي فراخ تربيها، عشان ما نرجعش نقول الفيديو فيه طاقه سلبيه وطاقه مهلبيه. خلاص. بصوا بقى احنا ايه، بندق العيش هنا، ده عيش بدقه في الهون عشان المدشة قافله. المدشة قافله، مش عارفه واخدين اجازه ولا ايه. طبعا انا بحوش العيش اللي بيفيد مننا، ومثلا يكمل كده مثلا شوال مثلا 15-20 كيلو، اروح بعتهم ايه المدشة. الحمد لله ان احنا شايلين السجادة، كناش هنعرف نكنس اللي بينزل ده كله. انا هيدخل بقى في الفرو بتاع السجادة، في النسيج، ومش هنعرف بقى، كان هيشكشك اللي يمشي عليه، مهما تكنسي فيه مش هيطلع. المهم اكملهم مثلا 15-20 كيلو، ابعتهم المدشة يتدشوا ويجيلي ايه ناعم، يجيلي بس زي كده. انا ده اللي انا دقاه، ده اللي انا دقاه. ساعات بيجيبولي كمان يعني انعم من كده، ولو عايزه اتخن من كده انت بقى بتتحكمي في السمك بقى. فانا ده بقى بعمل بيه ايه، بحطه مع العلف والاكل اللي بيبقى فايد من البيت، يعني مثلا شويه فول، شويه سلطه، اي حاجه كده فايده، شويه طبيخ مثلا فايدين منك، فبفركه مع الاكل اللي بيفيد من البيت. بفرك معاه العيش دوت، وساعات بحط معاه رده. حط بقى العلف، حط شويه خيار مثلا، اي خضره بايته عندك، اي خضره متقطعه قطعيها حطيها. ساعات اقطع برسيم واحطه معاهم، بيبقى حلو للطيور وبيكبرهم ما شاء الله، بيزود وزنهم يعني، بتبقى حاجه حلوه وبيوفر في العلف. لان يعني انت مش بتحطي كميه العلف بقى، بدل ما تحطي مثلا كيلو هتحطي نص، بدل ما تحطي 2 كيلو هتحطي كيلو، لان الباقي هيبقى عيش والاكل بتاع البيت، بحيث ان انت ما تحطيش بقى كله يبقى علف لا. فده بقى لو انت عايزه تزودي وزن الطيور عندك وفي نفس الوقت توفري، هو وزن يعني علف، ودي احسن علفه بقى. حطي شويه دشيشه وشويه رده، عيش ناشف زي كده، مع الاكل اللي بيفيد من عندك في البيت. حابه بقى لو عندك علف حطي، مش عندك خلاص هي علفه ما شاء الله يعني حلوه قوي. انا هكمل دق العيش ده عشان لسه فيه شويه كتار في الكيس، والم العيش التاني واخلص وابقى ارجع لكم. الصراع ده عامل ازاي؟ يومي 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 انت يا ولا. بص مزبهل ازاي، نفسي الكاميرا دي تبقى مظبوطه، نفسي كده اوريكم تعبير وشه. بص. اقولوزي اقدي اقدي مزبهله كده ليه انت كوكو؟ هو بكسر في العيش من الصبح، والله يا ظهري وجعني. هتقولي طب ايه اللي غصبك؟ والله ما في حاجه غصباني، بس هي المشكله ان انا ايه، ما بحبش ارمي الاكل زي ما قلت لك، ما هو العيش ده برضو كان بيبقى فايض برضو، ما بحبش ارمي الاكل والله، بستحرم. انا ايه اولع لكم الكشاف عشان بصراحه النور ايه، الكارت خلصان ولسه مشحنينه، فمش عايزه اصرف كهرباء. بصوا دول شويه سلطه عليهم كام لقمه فول كده كانوا فايضين، فكنت هرميهم، يعني ده المفروض ان هم هيترموا لو ما عندناش طيور يعني، فحطيتهم على السلطه، وحبه سلطه صغيرين ما يذكروش يعني، بس حرام نرميهم.
حطيتهم على العيش، هنفركهم مع العيش. ودول بقى شويه خيار بيضين برضو، بقالهم كام يوم كده عايزين يتقطعوا، بس كانوا هيبوظوا. فانا هقطعهم صغير واحطهم على العيش ده وافركهم في بعض، ونشوف لو في خضره، لو في والله ما جبتناش برسيم، الراجل ما جاش بتاع البرسيم. المهم هنتصرف يعني. وبعد كده نخلطهم بالعلف ونحطهم للطيور. فاهمه يا بت؟ اسمعي الكلام كويس، ركزي في اللي بقوله عشان ده اللي هينفعك في الاخر. مش هتلاقوا تاكلوا. صدقيني. حاولي انك انتي تسمعي الكلام وتربي لك كام فرخه هينفعوكي، هيبيضوا بضايه، تذبحي لك فرخايه، او المهم ان انت هتلاقي حاجه في البيت تسترك. واحده هتقول لي هو احنا لاقيين ناكل علشان ناكل نجيب طيور ناكلها؟ ده سؤال جميل، ده سؤال ظريف جدا، وانا بحب الاسئله الجميله اللي زي كده. ما هو انت لما تربي فراخ والطيور هتلاقي تاكلي اكيد يعني، ما دي الحاجات دي هتاكليها في الاخر يا خايبه. اما انت هتربيهم لوجه الله يعني هتربيهم وتسرحيهم في الاخر، هتطيروهم في الهواء؟ اكيد هنربيهم عشان في الاخر هناكلهم. اما نستفيد انت هتستفيدي بكل حاجه فيه، حتى المنقار بتاعها هتستفيدي بيه، هتستفيدي بالبيض والقشر بتاع البيض هتحطيه في وسط الاكل بتاع الطيور عشان يعمل لهم كالسيوم، يزود لهم الكالسيوم. ممكن انت تاكليه عادي برضه عشان يزود. هنجيب هتاخدي الريش تعملي بيه الوساده الخاليه، هتاخدي المصران تعملي بيه ممبار. ما ده مش انت بتشوفي في رجول فراخ بتتباع، في التوته بتاعت الفرخه بتتباع دلوقتي يعني بالكيلو. المصارين كمان هتتنضف وهنعملها ممبار. ايه رايكم؟ يعني اقتصدي عشان انت داخله على منعطف تاريخي. اسمعي الكلام اللي بقوله لك دلوقتي عشان ما نرجعش نقول محدش قال لنا. لا، بصي، اي حاجه عندك، اي لقمه، اي حبه خضار كده فايضين، اي حاجه اي حاجه. طب انا ما بيفوتش مني خضار، ما بيفوتش، انا مش لاقي اكل عيالي اصلا، عادي مفيش اي مشاكل. والله لو نويتي ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله هيبعت لك رزقك، وهيبعت للطير اللي هتربيه رزقه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. اسمعي الكلام، ما تستهتريش. ربي لك فرخة هتلاقي الدنيا حلوت معاكي. ربي لك فرختين 3 كده، يعني مش بالثلاثة بالظبط يعني، لا، هما ربي لك 5 فرخات، 4 فرخات وديك، 4 بنات وظابط. ربيهم وهتشوفي الرزق اللي هيدخل عليك. والله العظيم بتكلم جد بعيدا عن الهزار. ربي 4 فرخات وديك وشوفي الخير اللي هيجي عندك. ال4 فرخات وديك يا اختي مش هياكلوا كتير يعني، ده انت لو حطيت لهم شويه بتاع ده اللي بيفيد منك اي حاجه يعني، لقمتين 3 كده ولا شويه. الراجل مصمم انه يطلع في الفيديو. ادوا له فرصه يا جماعه، نديله فرصه. والله ما قافله الفيديو. يلا يا عم لحم، يلا جود. سكت لما انا قلت له كمل. سيمفونيه يا ولاد، سيمفونيه، كل فيديو لازم يطلع معايا في الفيديو. جيبي 4 فرخات، ما عنديش مكان اربي فيه، في البلكونه، في البلكونه يا ولاد. اعملي كده حاجه كده، حته مكان عازل كده زي عش بتاع ديت، سلاكه، حاجات بيسموها ايه، سلاكه بتاعت حمام. بلاش يا بت تجيبي فراخ، هاتيلك جوزين حمام. المهم اي شيء ياكل من عندك اكل، المهم اي شيء يخش ياكل اكل من بيت، لان الطائر ده هو هيكون مصدر الرزق اللي هيتبعت لك من عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني ان شاء الله ربنا يرزقك على حساب الطائر ده. فنربي لنا شويه فراخ، ناخد منهم البيض، ناخد منهم اللحم، ينفعونا برضو، يعملوا صوت كده، يصحونا من النوم في الفجر عشان نقوم نصلي بدل ما احنا مخمودين. يعني هينفعوا والله، مش هيخسروا في اي حاجه. كمان واحده ربنا كريمها موسع عليها وعندها مكان، هاتيك يا بنت شويه بط،
الله العظيم البط ده حكايه. البط ده حكايه، اي نعم هو مقرف في تربيته، بس ما اقولكيش طعمه خرافي. يعني ايه، وبيرمي لحم، بيرمي لحم بقى ايه، ما اقولكيش يعني. يعني في خلال 3 شهور كده ولا 4 شهور تلاقيه ما شاء الله البتاع الفسفوسه اللي انت جبتيها ديت بتصوصو، تلاقيها ما شاء الله كام كيلو. ممكن تبيعيهم بقى، بيشوف الكيلو بقى بكام. يعني ممكن دكر بط يدخلك في 1000 جنيه دلوقتي. فانت حاولي تفكري، وانا مش هشيله على دماغي يعني، لا ده انا هربيه، هسيبه في مكان ويا دوب الحاجه اللي بدل ما هنرميها في الزباله او هتفضل مركونه في الثلاجه ملهاش لازمه وعارفين ان محدش هياكلها. لكن لو حد هياكلها خلاص مفيش مشاكل يعني. مش 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 بقول لكم غصب يعني تاكلوها للطيور، لا. لكن لو انا عندي اكل بيفيد خلاص نجيب شويه طيور ناكلهم الاكل ده عشان نعمه ربنا ما تترميش في الزباله. تاني حاجه لان عشان استفيد باللحم بالبيض، استفيد ان انا ممكن ابيع طائر من الطيور ديت ينفعني، اجيب مكانه حاجه. في ناس ما بتاكلش الطيور، انا عندي ابني كبير ما بياكلش طيور اساسا. طيب ايه بس اديله في اللحوم، ممكن يعني ياكل لحوم واسماك حلوه. فانا لو حد زي كده انا مثلا بكره وبعد ربنا يكرمه ويتجوز ان شاء الله، فمراته ايه تعمل ايه، تربي الطيور دي. هي كمان الحمد لله ما بتاكلش الطيور. نعمل ايه بقى، نجيب لهم لحوم، فنبيع الطيور ونجيب لهم لحوم. خلاص يعني هي الموضوع فيه حلول كتير. فما نعقدش الحياة عشان الدنيا تمشي، عشان ما نمسكش في خناق بعض ونخنق بعضين. اسمعوا بقى انا هعمل ايه. هفرك الاكل ده مع العيش عشان العيش يطرى شويه، لانه ما زال فيه شويه كبير يعني حجمه كبير شويه. فلما نحط عليه الاكل اللي هو بيبقى فيه نسبه سوائل هتلاقيه طري شويه بقى، يعني حلو كده، يعني الطائر يبقى يبلعه يقبله. بعد كده نخلط معاهم العلف. خلاص. انا ساعات بتوصل ان انا بحط 2 كيلو 3 كيلو خيار، والله العظيم. بيبقى ربنا يديله الصحة، جوزي يعني بيجيب لنا خيار للطيور مخصوص يعني. على فكرة لما تروح في خضرية، الناس اللي بيبيعوا خضار بتلاقي عندهم حاجات مكسرة، مش بيبيعوها يعني بيبيعوها بكمية كده على بعضها شروة. يقولك مثلا دول ب10 جنيه، دول ب20 جنيه، فانت تاخديهم للطيور. والله في ناس بتاخدهم للبيت نفسه، يعني هي بتبقى حاجات بسيطة اللي مكسرة فيها وما بيبقاش سعرها غالي قوي يعني، وكمان ما بتبقاش ببلاش يعني. ففي ناس بتستصلح اللي بتستصلحه منها والباقي بترميه للطيور. عندك شوية تفاح هيضربوا، عندك شوية خوخ، اي اكل عندك، اي حاجة. الحاجة اللي بناكلها بدل ما نرميها في الزبالة حطيها. طماطم هتبوظ بتاع قشر الطماطم لما بنصفيها. انتوا عارفين، انا اقول لكم على حاجه، انا الشعير اللي بنغليه ده اما بغلي شويه شعير مثلا اللي هو بنشربه عشان الكلى يعني، الشعير نفسه بحطه للفراخ، بحطه للفراخ والله. لان اصلا الشعير بيبقى علف للبهايم عزكم الله. يعني الشعير ده بنعلف بيه الخرفان والنعاج والحاجات اللي زي كده. فليه بقى ما نحطوش للطيور؟ ما هو نبات برضو يعني، هو في الاخر هو اعشاب يعني مش هيأذيها. شوية تفل بتاع الكمون، اما نغلي شوية كمون كده التفل بتاعه بحطه. الحلبة، يعني الحاجات دي برضو متترميش، تتحط في الاكل وسط الاكل. عندي كان كيس فيه مثلا فلفل طلع بارد، فالبارد الفلفل البارد لما بيكون يعني مش حامي فتلاقيه بيعفن بسرعة، لو قعد كتير بتلاقيه بيبوظ بسرعة. فبدل ما يبوظ ويترمي بروح اقطعه لهم في الاكل، بيديهم مناعة. على فكرة دي مناعة للفراخ. ولو كمان حطيتي معاهم قرنين 3 سخنين يا سلام، ده بيقوي مناعتهم جدا. بس يكون كمية الاكل كبيرة ومش كل يوم، مش كل يوم عشان ما يهريش معدتهم. احنا بس نعمل ايه، يعني قرنين كده ولا حاجة كل فترة سخنين نحطهم في وسط الاكل.
وشويه ملح مع الاكل ده. طبعا انت الاكل اللي بتحطيه بيبقى فايض منك، بيبقى فيه اصلا نسبه ملح، فده بيخلي الطيور بتحب الاكل اللي بيبقى فيه ملح يعني. انا بقص بالمقص على فكره، عشان ما بقاش كذابه يعني. مفيش غير الخيار اللي بقطعه بالسكين. لكن الفلفل انا لقيت فلفل ما شاء الله، يعني لقيت كيس مليان اهو زي ما قلت لكم. ده فلفل بارد، ده فلفل بارد لقيته. وانا كنت جايبه اصلا كيس تاني، يعني في كيس تاني بقى احنا بنحب الفلفل الحراق، فعندي فلفل حراق كتير. فوريت، والفلفل الاحمر ده اللي انتوا شايفينه ده بارد مش سخن يعني. فالمهم قطعت لهم شويه على الخيار، وفي سلطه وفي شويه فول، وهنفركهم كده ونحط عليهم العلف ونحطهم للطيور.